اهلا بك يا عزيزي الكينج، وحشتنا يا زميل. وبما انك حبيت القصه المصريه اجهز بقى، لان سهره النهارده مش عاديه، لا بجد حاجه استثنائيه، قصه تاريخيه، اثاره ومتعه واكشن وتشويق، حاجه كده فاخر من الاخر يا صديق. اهم حاجه تعمل اللايك الجميل والاشتراك المثير وتجهز ثبات في شعرك يا زميل، ويلا نبدا القصه. وبيبدا بارت 2 من المسلسل بيقوم عادي في المدرسه وكله بيكون قاعد يلعب والدنيا تمام، بس الواد ده بيكون مرازي ليو وقافل الدولاب بتاعه، وفجاه الموميا الشريره دي بتحضر في المكان. الواد بيهجم على ليو، بس بتهجم على مين يا حزين؟ الواد بيتحول وبيقوم عليه زي التنين، وفجاه الموميا بيمسكوه لكن بيسيبه اول ما بيشوف المدرب بيدخل جواه وبيقول لليو ايه اللي انت عملته ده؟ نظف المكان يا حيوان. وبالنسبه لاخينا ده فبيرجع لاكساتون وبيحكي له اللي حصل، فبيقول له اما انت عديم الفايده صحيح، جرى ايه كلكم مش قادرين على اللي اسمه ليو ده؟ سكارا بتقول لهم احنا عاوزين نأذي حد يخص ليو، ومش محتاجه افكرك يا زميلي ان ما اسمهاش سكارا، لكن انا اخترت لها اسم يليق بشكلها. المهم انها بتقرر تأذي البنت اللي ليو بيحبها، وفي نفس الوقت هيضغطوا عليه بيها عشان يسمع كلامهم. وعلى الناحيه الثانيه في المدرسه بنشوف بنت مغروره اسمها استريد، وبتكون عيله مغروره جدا يا زميل. المهم ان في الوقت ده السوار بتاع ليو بينور، فبيضطر يسيب صاحبه ويجري يشوف ايه اللي بيحصل. بيخرج بره وبيشوف جيش الهرم المظلم قوته ايجيكسس، بيبدا يتحول وبيدخل يطبق اول اتنين في بعض، بينزل فيهم مسمره، واي ذكر شايف نفسه بياخد رجل بترجعه ورا. يا ابني ابعد عن عربيه المدرب، انطر بعيد يالا. وبالنسبه للعربيه الكارو فتقريبا هيحتاجوا يغيروا لها احمر. المهم ان النوبي بيحضر في المكان وبيقول له خلاص خدنا اللي احنا عاوزينه، ملهاش لزوم بقى اعمال البطوله دي، احنا خدنا حبيبتك. ليو بينصدم وبيدخل يشوف حبيبته، بس بيلاقيها قاعده في الصاله الرياضيه. مين بقى اللي اتاخدت يا زميلي؟ هي استريد. يلا في داهيه. وبيكون اكساتون الغبي فاكرها كايا. البت بتقول له انا عاوز اعمل باديكير ومانيكير وشحوار ومنكار وحاجات كده هتدخلنا في حوار اكبر من الحوار، فاحنا مالناش دعوه بيها يا زميلي. المهم ان بعد ما بتقول له على كل طلباتها بيقول للواد ده شوف الانسه عاوزه ايه وبعدها احبسها في الزنزانه، ويا ريت تتعامل معاها بلطف اكتر من كده، لطف مش هينفع مع دي والله. المهم نسيبنا من الهزار وخلينا خمسه جد. ليو بيروح لكيفر وبيحكي له اللي حصل، وبيقول له احنا لازم نروح ندشم العيال ولاد الهرمه دول وناخد استرد منهم. بيقول له ما تقلقش هنجمع علي علوكا واشرف كخه وهنتحرك. وفي الوقت ده واحد من جنود اكساتون بيجيب رساله ليو وبيوديها على المملكه الذهبيه. الرساله بتكون فيديو، واكساتون بيقول له يا اما تركع لنا وتسلم لنا السوار يا اما هنعمل لك من البت دي حتتين جبنه بخيار. ليو بيركز في المكان اللي استرد واقفه فيه، وبيعرف هي فين بالظبط جوه الهرم المظلم لانه اتحبس هناك قبل كده. اوعى تكون البت صعبت عليك يا زميلي، قسما بالله بتتعامل معامله احسن من اللي انا وانت بنتعاملها في بيتنا. المهم ان ليو بيكون شغال على خطته، وهي انهم هيخدعوا جيش اكساتون. رمسيس بيقول له ما تحلمش ان اعمل الحركات دي، انا واخد شكل بنت بس ذكر من جوايا. المهم يا زميلي البت بتكون قاعده زي الباشا وفالحه بس تطلب طلبات. وفي الوقت ده ليو بيحضر في المكان حضارات، بيقول لي اكساتون ايه مش قلنا نخرج الحريم بره الحوار ده؟ عامه انا ما اتعودتش ادخل على حد بايدي فاضيه، انتوا فين يا رجاله؟ الرجاله بتحضر وبيخطفوا استرد وبيتحركوا من المكان. جنود اكساتون بيروحوا وراهم بس كل ده ولا بيشغلهم، بيبداوا يشوطوا فيهم واحد ورا الثاني. بس المفاجاه بقى يا زميلي ان دي مش البيت. المهم ان الانفجارات بتكون لسه شغاله، وكيفر بياخد ليو وبيخترقوا الهرم المظلم. بينزلوا المكان من تحت واللي بيجي قصادهم بتبقى عيشته كحل. ليو بيسيب صحابه على اكساتون اللي بيبدا يتحول وبيدخل عليهم هو ورجالته غلبانين، دول فراعنه مصريين. انما المعلم ده فبيكون عامل زي التنين، بيدخل لاستريد وبيقول لها ما تخافيش ده انا ليو حبيبي، يلا بقى عشان نمشي من هنا. وبعدين كل اللي انت شايفاه ده الكاميرا الخفيه يعني مش حقيقي ولا حاجه. اما بره يا زميلي فجنود اكساتون بيتحطوا في الثلاجه، هو ده الاكشن على ابوه يا ساده. لكن اكساتون بيضرب المركبه بتاعتهم قبل ما يطيروا، بيقفوا قصاد الاعداء والهجوم يا زميلي بيشتغل بغباء. كل واحد بيستلم الخصم القديم واللي بيتمكن من واحد بيعمل معاه الصح والسليم. اكساتون بيتمكن من كيفر لكن هوراس بيحضر وبياخده وبيطير. السلامه يا زميل. وبالنسبه لاستريد فبتكون عاوزه تعرف كل اللي في المدرسه ايه بالظبط اللي حصل لها. ليو بيقول لكيفر جرى يا عمنا ما تتصرف، بيقول له ما تقلقش احنا عندنا حلول لكل حاجه. اخينا ده بيلبسها توكا والتوكا بتمسح لها الذاكره، وبعدها ليو بياخدها وبيرجع تاني على المدرسه وبيكون مبسوط لان كل حاجه انتهت على خير. وتاني يوم بتكون في مباراه كره سله شغاله، والكل بيقعد يشجع فريق الراكون اقوى فريق في اللعبه دي. السوار بتاع ليو بينور فبيضطر يخلع من المكان، وفجاه بيشوف الموميا دي قدامه، بيروح وراها وبيلاقيهم مكتفين فريق الراكون. ليو بينصدم بس قبل ما يلحق يعمل اي حاجه الواد ده بيكون ضرب قائد الفريق وخلاه يتحول. بيهجم على ليو وساعتها ليو بيبدا يتحول. الواد ده بيهجم عليه وليو لما بيبص جنبه بيلاقي الفراعنه بيخطفوا فريق الراكون وماشيين، مش بيكون عارف يركز مع مين. بس فجاه الفراعنه بيخطفوا الواد ده كمان وبيختفوا من المكان. ليو بيروح على كيفر وبيقول له الحقنا يا ريس، فبيقول له يا ابن الله احرقك انت ما وراكش غيري. عامة احنا عاوزين نعرف هم ليه خطفوا فريق كرة السلة، وبيكون اكساتون خطفهم عشان يعمل عليهم التجارب دي يا زميلي ويخليهم من جيشه، وبما انهم رياضيين فهيكونوا اقوى من رجالته بكتير. وبعدها بيبعتهم على المملكة الذهبية. العيال بيدخلوا بكل عفاجية وبيبداوا يكسروا في المكان، ولكن في الوقت ده بيحضروا اللي هيخلوا اي حد فيهم مبسوط يبقى زعلان. بيبداوا يتحولوا وبيكونوا جاهزين، بيدخلوا دخلة معلمين. بس مش هننكر ان العيال دي بتكون غشيمة حبتين، الترزيع بيشتغل من كل حتة، ولكن كيفر بيديهم رشة من سلاحه وبينيمهم. وفجأة الواد ده بيقوم عليه من تاني وهو اللي بيخمده في مكانه. لا ما تستعجلش
تستعجلش على رزقك يا عم كريستيانو. الواد بياخدها جري من المكان وصاحبه التاني بيكون مغمى عليه. طبعا العبقري اللي في المملكه بيحبسوا عنده عشان يحل الماده اللي حولته للشكل ده، وكالعاده بعد ما بيعرف ايه المشكله بيخترع لها حل. بيبداوا يفتحوا الزنزانه والواد بيكون هيهجم عليهم، ولكن ليو بيصعقوا بايه بقى يا زميلي؟ بيصعقوا بالترياق. وساعتها الواد بيرجع لطبيعته، بيقول لهم انا مش عارفني، انا تهت مني، انا مش انا. كيفر بيقول له طب يا عم عبد الباسط حموده ريح شويه لانك تعبان، وانت جاهز عشان ورانا طالعه يا فنان رمسيس؟ فبيقول له معاك يا زعيم. بيتحول للشكل ده وهو بيتحرك على المملكه المظلمه. في الطريق بيلاقوا الاثنين دول فبيبداوا يزاولوهم، بيوقعوا رمسيس وليو بيعمل انه بيتخانق معاه. الاثنين دول بيشربوا المقلب وبيمسكوا الاثنين عشان يودوهم لاكستون. اكستون بيقول لهم خدوا التمساح ده واعملوا اللي قلت لكم عليه، وانت يا ليو تعالى عشان اعرفك هيعملوا فيه ايه. مش هو ده برضك التمساح؟ يا ده انا ملك المتحولين، هتيجي انت ورمسيس تعملوا عليا كمين؟ ليو بيقول له ما تستعجلش على رزقك يا اسماعيل. بيروح يقف في ظهر صاحبه وبيقول له ما تقلقش انا معاك اخويا. بيهجم على الاربعه دول وبيرجعهم لطبيعتهم تاني. بقى الفراعنه بتهجم عليهم ولكنهم بياخدوا جري من المكان، وده لان اكبر غلطه تتخانق مع حد في بيته يا زميلي. المهم ان ليو بيتفق مع الفرقه الرياضيه على خطه ينفذوها. بيكون اكستون متعصب على رجالته، بس ليو بيجي له وبيقول له اهدى يا خالته. اكستون بيقول لرجالته هجموا عليهم. ليو بيقول لاصحابه جاهزين يا رجاله. الهجوم بيشتغل وبيوقعوا اول مجموعه. العارب دي بتخرج عليهم ولكنهم بيطلعوا يجروا وبيقفوا في المكان ده. رمسيس بيقول لليو طب ايه؟ فبيقول له ما تقلقش انا عندي خطه اسمك ايه. بيقف قدام العقرب ده وبيخبطه بالترياق وبيقول له اكستون هو عدوك مش احنا، انا عاوزك بس تثق فيا. مين بقى العقرب ده يا زميلي؟ هو العقرب اللي ليو انقذه قبل كده، وانت عارف ان كما تدين تدان، فعشان كده بيقرر ينقذه من المكان. العارب بتخرج على اكستون وبيبداوا يخبطوا فيه هو ورجالته. ادي اخرة اللي يشوف نفسه اخالته. ليو بيقول للعقرب تسلم يا زميل، وبيخرجوا من المكان وهم منتصرين. وبالنسبه لفريق كره السله فبيكونوا عاوزين يرجعوا لعالمهم في اسرع وقت عشان يحكوا لاصحابهم على كل اللي حصل. ليو بيقول لكيفر طب يا معلم، فبيقول له اخرس ياض وانا بتكلم. اخينا ده بيجي لهم وبيقول لهم الخواتم دي هديه ليكم. الاغبياء بيلبسوها وطبعا بيتسطحوا في مكانهم، ولما بيفوقوا بيلاقوا نفسهم رجعوا للعالم بتاعهم ومش بيكونوا فاكرين اي حاجه. بيخرجوا بسرعه على المباراه لان فاضل لها 10 دقايق وتبدا، وفعلا بيبداوا يلعبوا وكمان بيجيبوا اهداف. وفجاه الواد ده بيتصرف زي الغوريلا. ليو بيقول ده احنا صباحنا فل. وتاني يوم بنشوف كيفر وهو شغال على بنايه السد ده. عم حماصه بيقول له لا الفكره بتاعت السد دي كانت جامده، انا كنت هسيبك وامشي دلوقتي بس مش فاكر كنت هروح على فين. بيقول له ارجع يا عم غير هدومك اللي اتوسخت دي الاول. الراجل بيسيبه وبيمشي ولكن بيتشحور على الاخر. وفجاه بيحصل انفجار في المكان. كيفر بيشوف المكان ده بيدخن، وفجاه بيلاقي المكان ده هو التاني عمال بيسرب ميه، وشكل كده كل الشغل اللي عملوه هيتدمر. يا دوبك اخينا ده بيخرج من الخرسانه وبيستحمى على طول. اطلع يا عمنا بقى وترزع في حته بعيد عننا. وبعدها بنشوف ليو اللي بيكون في معمل العلوم. المدير بنفسه بيدخل يشرح لهم الدرس، وليو بيكون عمال يتريق عليه هو وصاحبته. الواد ده بيغير منهم هما الاثنين فبيعمل فيهم مقلب، لكن للاسف المقلب ده بيدمر كل حاجه في المعمل. المدير بيقول مين اللي عمل كده؟ كل واحد بيرميها على الثاني، فعشان كده المدير بيقرر يعاقبهم هما الاثنين. ليو بيقف يشتغل لوحده لكن السوار بتاعه بينور، فبيخبي السوار وبيطلع على بره بسرعه. بيروح لكيفر وكيفر بيقول له احنا كنا شغالين والدنيا تمام، لكن الظاهر ان في حد عمال بيبوظ شغلنا، وممكن الحد ده يبقى اكستون. بياخده وبيتحرك وبيروح للرجاله اللي بيكونوا شغالين من تاني في بناء الجسر. بيوصلوا المكان وليو بيقول لكيفر ما تتصالح انت واخوك يا عم، ده مصارين البطن بتتعارك. بيقول له الوضع مختلف معايا انا واخويا، وبعدين ما على يدك انا حاولت معاه كتير بس هو اللي ما بيسمعليش. وفجاه الانذار بيشتغل. ليه بقى يا زميل؟ لان رجاله اكستون حضروا في المكان. كيفر بيقول لهم عاوزين ايه؟ انت يا ابن الهرمه. اكستون بيقول له على مهلك اخينا، مالك واخدنا على الحمام من غير حتى ما تقول لنا سكركم ايه؟ بيقول له العب بليه، انت يالا جاي في ايه؟ فبيقول له جاي استرد الارض اللي انت واخدها. يا اخي ده انت مكوش على كله. الاثنين بيتخانقوا وهو بيرفعوا على بعض السيوف. ليو بيقولوا لسه ما هنشوف، بس تصدقوا جات لي فكره. بص يا اكستون انت شخص حكير وكلنا عارفين. بيقول له تسلم يا سيدي المعلمين، اخلص بقى عاوز ايه؟ بيقول له انا عارف ان لا انت ولا رجالتك اللي دمرتوا المكان، الظاهر كده ان في عدو بيوقع بينك انت واخوك، فانتوا لازم تتعاونوا عشان توصلوا للعدو ده. بيقولوا له هي فكره حلوه واحنا موافقين. بيبدا يبص على المكان كويس، وفجاه في انفجار بيحصل والوحش ده بيطلع من تحت الارض. بقى انت بقى اللي عامل كل ده يا ابن العرض، قوه ايجيكسس. العالمي بيبدا يتحول وبيدخل على الوحش اللي محدش قده. اكستون وكيفر بيقفوا في ظهر بعض، ولكن ابن الجزمه ده بيهد لهم السد. الاثنين بيروحوا مع طيار الميه وليو بيروح وراهم عشان يلحقهم. الوحش كمان بيحضر في المكان، وقبل ما يقتل ليو اكستون بيقول له عندك خليفه، ولكن الواد ضربته مش بتكون خفيفه، بيكون هيدمروه، ولكن كيفر بخبطه منه بيسنطروا. الثلاثه بيقفوا في ظهر بعض اسود، ولكن بيوصلوا اللي هيمسكوهم العمود، وساعتها الثلاثه بيطلعوا يجروا من المكان. اكستون بيقول لكيفر الوحوش دول اسمهم جبابره الصحراء، كانوا عايشين في الارض من زمان من قبل حتى الفراعنه بكتير، وساعتها كانت الميه في كل حته لحد ما الميه جفت وبقت صحراء، ومن ساعتها هم اختفوا تحت الارض. الواد ده بيجي لهم وبيقول لهم
متشكرين على ميه النهر اللي انتوا جبتوها لنا، الميه دي هتخلينا اقوى ومش هنتدمر. بيكونوا هيهجموا عليهم بس ليو بيفرتك الفراتيك، وفجاه الواد ده بيحضر وبيمسكه، ولكن كيفر بخبطه منه بيفرتكه. بيطلعوا يجروا من المكان والوحوش وراهم ماشيين. بيوصلوا الحته دي وليو بيسمع صوت، بيبص تحت وبيلاقي واحد من رجاله اكستون. الواد بيقول لإكستون انت بتعمل ايه مع كيفر يا ريس؟ بيقول له ابدا انا جاي اكتب كتابي على امك، وكيفر وليو جايين يشهدوا على الجوازه. انت شايفنا بنعمل ايه يا ابن الظريفه؟ جنود المملكه الذهبيه كمان بيحضروا، وفي الوقت ده الوحوش كمان بيحضروا. ليو بيقول لكيفر يلا نتعاون. اكستون بيقول لهم انا بشتغل لوحدي. ليو بينزل للرجاله وبيقول لهم ما تخافوش انا هطلعكم من هنا. بيبدا يرفع فيهم، وفي الوقت ده العمالقه بيكونوا خلاص هيخترقوا الصخور. اكستون بيقول لكيفر ما قدامناش حل تاني، يلا نتحد يا منصور. الاتنين في صوت واحد بيقولوا قوه ايجيكسس. بيدخلوا على العيال والامانه بيسنطروهم يا خال، حرفيا بيبوظوا اي حد فيهم شغال. قال لك يكفيك شر اتنين اخوات في عركه. في الوقت ده ليو بيطلع كل الجنود وبيحاول يحميهم من المخلوقات. بيوقع الواد ده تحت، والمشكله ان في ميه بتطلع من تحت الارض وبتخلي الواد ده اقوى بكتير. الفراعنه بيهربوا من المكان وبيحطوا صخره قدام الكهف، ولكن المخلوق العملاق ده بيظهر وبكل سهوله بيقسمها اتنين. ليو بيفتكر الدرس اللي خده النهارده وبيقرر يلعبها بذكاء. بيخلي كل الرجاله تستخبى، وهو بيظهر للعيال دي هو بيضرب مدفع على حته معينه في الجبل، والحته دي بيكون فيها ماده بتولع في الكائنات، وفجاه كلهم بيتحولوا لاشلاء. اكستون بيقول لكيفر الهدنه انتهت ورجعنا اعداء، اشوفك قريب يا كيفر. ليو بيقول لكيفر ماشي يا عم هسيبكم انا كمان بقى وهرجع انضف المدرسه. ولما بيرجع بيلاقي الواد ده خلص تنظيف الجزء بتاعه، والمشكله ان ليو ما عندوش وقت. المدير بيوصل والواد ده بيقول له انا خلصت شغلي، لكن ليو عمال يتسنكح وما عملش حاجه. المدير بيدخل المكان وبيكتشف ان عملها الولد الفنان. الواد ده بيقول له طب ازاي؟ بيقول له زي العزف على الناي، سلام يا هاتيه. وتاني يوم ليو بيستنى اخواته يرجعوا من المدرسه، بس بيكون شكله غريب حبتين. ليه بقى يا زميلي؟ لان ده بيكون الوحش النوبي. بيدخل الجراج وبيلاقي رجالته متكسرين. ليو بيقول له هو انا مش حذرتك من انك تيجي العالم بتاعي تاني يا اسماعيل؟ وبعدين يا غبي بص على شكلك بقى ده منظر واحد يعرف يقلدني. بيقول له طب تعالى واجهني. قوه ايجيكسس. العالم بيبدا يتحول وبعدها بيقفل باب الجراج. هي ليله دخله يلا ولا ايه؟ قضيها وارقص بليه استكفيت ولا تاخد تاني اسمك ايه؟ يلا حبيبي ارجع للي مشغلك وقول له ما يفكرش يسخنك، لانك لو اتجننت انا اللي هعقلك. ولا اقول لك على حاجه ترجع له ليه؟ انا هاخدك للي احسن منه. بياخده وبيروح لكيفر وبيقول له شويه عيال هلاهيه جم العالم بتاعي وحبوا يعملوا شغل مش مظبوط، لكن بعون الله محسوبه الكفاءه ولبسهم الزعبوط. كيفر بيقول لهم انتوا ما تستكفوش يا جدعان. نوبي بيقول له ولا هنستكفى. في الوقت ده قاي بتوصل وبتقول لكيفر اكستون ورجالته هاجمين علينا. نوبي بيضحك وبيقول له مدينه ابتدينا. كيفر بياخد ليو وبيروح على المعركه، وهوراس بيقول لهم الاعداء منتشرين في كل حته. ليو بينزل عليهم وبيشوف بالخمسه سته. بيبص من فوق السور وبيلاقي كل الرجاله جايين وراكبين الحنطور. تفتكر ان ده هيهز له شعره يا منصور؟ اكيد لا. من ناحيه ثانيه كيفر بيدخل على اكستون وبيقول له تعالى يا جيها. الاثنين بياخدوها تشحيب بالطيارات، وفجاه اكستون بيضرب الشعار بتاعه في السماء. كل الجيوش بتقف مظبوطه في مكانها، واكستون بيقول لهم بقول لكم ايه، هنعمل تحدي بين 3 محاربين من عندنا ضد 3 من عندكم، واللي يكسب مبروك عليه كل حاجه. كيفر بيقول له طب اجهز لاني بعد ما هكسبك هحطك في الثلاجه. اكستون بيرجع مملكته وبيقول لرجالته التحدي ده كان مجرد خدعه، وكل ده عشان عطل ليو. واحد من رجالته بيقول له ايوه بس السوار ملوش لازمه من غير ليو يا ريس. فبيقول له ما احنا هنخطف اخوه، وبكده المشكله اتحلت. سكارا بتصنع سم العقرب ده وبتحطه على ستر اكستون بتخليه مولع، وبكده هو اكتسب قوه فتاكه. وبعدها ليو بيرجع البيت وابوه وامه بيقولوا له جهز عشان هنخرج بكره. بيقول في باله نخرج فين؟ ده انا ورايا معركه. على العموم انا هحاول اتصرف. وتاني يوم بيروح على المعركه هو كله بيحضر في المكان وبيشجعوه. مين بقى الثلاثه اللي هيحاربوا يا زميلي؟ هم كيفر وليو وهوراس. اكستون ورجالته بيحضروا وبيبداوا يتحولوا. الهجوم بيبدا وجنود المملكه الذهبيه بتطحن ما بتاعتها. اكستون بيضرب ليو سم العقرب، لكن هوراس بيروح في دقيقه مكانه. ليو بيقول له انت كويس يا اسطى. الواد ده بيهجم عليه ولكنه بيديله واحده بيقعده على البسط. اخينا ده بيهجم عليه هو الثاني، ومن ناحيه ثانيه كيفر بيكون متحوط وسط الرمال. بس كل دوله بياكل معاها خال. هي واحده بيلبس الواد ده اخو الخال، وبيكون راجع على اخوه ولكنه بيقول له استنى انا بستسلم قدام الكل. جيش المملكه الذهبيه بيفرحوا ومش بيكونوا مصدقين نفسهم. اكستون بيمشي من المكان وهوراس بيكون تعبان جدا. الطبيب اللي في المملكه بيفحصه وبيعرف انه اتصاب بسم عقرب خبيث، والسم ده لو كان ليو اللي خده مكان هوراس كان زمانه ميت. كيفر بياخد رجالته وبيروح على اكستون وبيقول له انا كنت عارف ان المعركه ما خلصتش. الواد ده بيهجم عليهم ولكن كيفر بيقسمه وبيحطه في ساندوتش. اكستون بيدخل على ليو فبيديها له في الوش، بيهجم عليه بسم العقرب تاني ولكنه بيتفادى الضربه. اما رمسيس هذا بيكون عامل زي راس الحربه، بيسيطر على الواد ده وبيبدا يقرا افكاره عشان يعرف خطه اكستون. سكارا بتهجم عليه وبنت الجزمه بتعميه. الواد ده بيكلبشه وفي الحته دي بيرميه. ليو بيقول له انت بخير يا اسطى. اكستون بيكون هيهجم عليه لكن كيفر بيقول له استنى انا بعلن استسلامي. بيقول له خلصانه كده، انت كسبتني في ماتش الذهاب وانا كسبتك في ماتش العوده. اعمل حسابك بقى ان لسه في معركه اخيره وهي اللي هتحدد مصير الطرفين.
وبعدها كيفر بيجمع رجالته وليو بيقول لهم يا ترى اكستون كان عاوز يقتلني ليه؟ كيفر بيقول له عشان يستفيد بخليفتك واللي هو اخوك الصغير، لان بعد موتك هو اللي هيبقى مكانك، وهم فاكرين ان اخوك الصغير هيبقى فريسه سهله ليهم. ليو بيقول له انا مش هسمح ان ده يحصل. بيرجع على البيت وفجاه بيسمع صوته في المكان، وساعتها بيعرف ان نوبي حضر. وبالنسبه لجنود المملكه الذهبيه فبيروحوا لاكستون، واكستون بيتخض لما مش بيلاقي ليو معاهم. بيبدا يتحول هو ورجالته وبيستعدوا للجوله النهائيه. وبالنسبه لليو فبيسمع صوت خبط في البيت، واول ما بينزل بيلاقي المربيه ضربت نوبي لانه اتحول للشكل ده. بيقول لها عنك انت اطلعي فوق بقى. بيمسك الواد ده من قفاه وبيبدا يتحول. من ناحيه ثانيه الحرب بتكون شغاله في المملكه المظلمه، وكيفر ورجالته بيكونوا عاملين شغل جامد. ليو بيدخل عليهم بالجثه دي وبيقول لها بس انا محتاج جوهره من اللي معاه، فبيقول له اتفضل يا غالي. ليو بيروح على اكستون وبيدي له واحده بالفولت العالي. اكستون بيخبطه بسم العقرب ولكنه بيكون في التصدي وقد الهجوم. اركن يلا وبلاش تقوم. ليو بيرجع الجوهره الابس وبيقول له تسلم يا اسطى. كيفر بيقول له لا ده انت اللي تسلم، يلا بقى ارجع لعيلتك. وفعلا بيرجع لهم وبيلاقوا مبسوطين منه لانهم فاكرينه ضرب الحرامي لوحده. وتاني يوم بنشوف الحرامي ده رايح المتحف، وقبل ما يعمل حاجه الحارس ده بيظهر له، ولكن الحرامي التاني بيظهر وبيخبطوا على دماغه. بيدخلوا يسرقوا الجوهره اللي في المكان، ولكن بيحضر الشبح الفنان. الحراميه بيهجموا عليه ولكنه بخبطه من سواره بينيمهم وبيقول لهم ارجعوا على بيتكم احسن لكم. وبعدها بياخد الحشره دي وبيدخل جوه التمثال ده. الحارس بيشوف كل حاجه ولكن بيفتكر نفسه بيخاطرف. وبعدها بنشوف ليو اللي امه بتكون مجهزه له العابه القديمه عشان يرميها. الواد بيكون زعلان لانه كان نفسه يحتفظ بالالعاب دي، وده لانها ذكريات بالنسبه له يا زميلي. المهم يعني انه ما بيقدرش يتنشل قدام ست الكل، عشان كده بيقرر يسمع الكلام. وفجأة بيشوف مذكرات شخص اسمه فلين. مين فلين بقى يا زميلي؟ هو جده. ليو بيطلع يقرا المذكرات وبيقول انا طول عمري اعرف ان جدي كان عالم اثار، بس دي اول مره هقرا عن تاريخه. بيقرا المذكرات وبيلاقي جده بيقول مصر القديمه كانت بلد عظيمه جدا ليها قصص كتير، ومن ضمنهم قصه انا سمعتها بس ما صدقتهاش، والقصه دي هي ان دم الفراعنه بيجري في دمي. انا ما كنتش مصدق لحد ما لقيت سوار رعب. السوار ده حسسني بطاقه عمري ما حسيتها قبل كده. في الوقت ده ام ليو بتيجي تهزقه لانه ساب الالعاب في الصاله، فبيقول لها سيبك من الالعاب وكلميني عن جدي شويه. تقول له جدك كان عالم اثار مشهور وكان بيروح رحلات كتير، وفي رحله راحها وما رجعش منها. تصدق ان ابويا وحشني جدا ونفسي احضنه ولو له مره واحده. اقفل بقى الكلام، قلبت عليها المواجع. بيقول لها ايوه بس بتقول له بص ايديك كفايه، منديلي مش معايا. بتسيبه وبتمشي، وليو بياخد الالعاب وبيروح عالم ايجيكسس. الالعاب بتقع منه والكره بتاعته بتاخدها جري في المكان، ولكن الحشره دي بتظهر وبتاخدها وبتمشي. ليو بيتعصب عشان كده بيروح وراها وبيقول لها هاتي الكره بتاعتي يا بنت المتضايقه. وفجاه بيلاقي نفسه وصل لمكان مسدود، بيكون هيرجع لكن الباب ده بيتفتح، ومن ورا الباب نفس الشخص اللي مداري وشه بيظهر وبيخدره. وبعد شويه ليو بيفوق وبيلاقي نفسه في المملكه الذهبيه. كيفر بيقول له صح النوم عمهم، احنا لقيناك مغمى عليك في الصحراء. ليو بيحكي لهم كل اللي حصل معاه، وساعتها كيفر بيقلق من الشخص الغريب اللي ظهر لليو، فعشان كده بياخد ليو وهوراس وبيتحرك على نفس المكان. وبيقول لي ليه احنا سمعنا عن الشخص الخفي ده بس اخيرا عرفنا مكانه. واول ما بيوصلوا بيلاقوا جنود اكستون في المكان وعاوزين يمسكوا واحد كان في جيشهم لكن اتمرد عليهم وما بقاش عاوز يشتغل. بيحاصروه في الحته دي، لكن نفس الحشره بتظهر وبتاخد سيف اخينا ده وبتبوظه. الواد بيكون رايح يقتلها ولكنها بتخبطه في الحيطه وبتلخبطه. الواد بيقوم عليها من تاني ولكن نفس الشخص الغريب بيضربه، وساعتها جنود المملكه الذهبيه بيبداوا يتحولوا عشان يتدخلوا في المعركه. كيفر بيصد ضربه الواد ده وهوراس بيروح على باقي الجنود. اما ليو فبيمسك الواد ده العمود، بيروح ورا الواد التاني اللي كان بيهرب من رجاله اكستون، بس الواد بيغدر بيه وبيوقعه في المكان ده، وبيقول له انا همسكك وهوديك لاكستون عشان يعفي عني. فبيقول له يا ابن الجزمه هو انا اللي كنت جاي انقذك؟ طب خد دي. الواد بيقع في الميه وليو بيروح يمد له ايده، لكن نفس الشخص الغريب بيقول له سيبه. وفجاه الموميا بيطلع من الميه وبيكون انسان. نفس الراجل بيتكلم وبيقول له سيبه يمشي يا ليو. فبيقول له انت عرفت اسمي منين؟ بيقول له في حد ما يعرفش اسم حفيده برضه؟ ليو بينصدم وبيقول جدي. انما كيفر بره فبيكون عامل شغل ما بيتعملش غير بره المجره. العيال دي بتهرب وكيفر بيروح على المكان اللي ليو فيه، وبيكون ليو قاعد مع جده وهو مش فاهم هو ليه اختفى طول السنين دي. فبيقول له شايف الميه دي هي اللي حافظت على السن بتاعي، انا دلوقتي عايش الحياه اللي كان نفسي اعيشها من زمان، بستكشف حاجات كتيره كل يوم وبرجع على كوكب الارض من وقت للتاني عشان لو في اي حاجه مش تمام اظبطها. بيقول له اولا كده البوابه اللي انت بتعدي منها دي هي بوابه خطيره وممكن غيرك يعدي منها، ثانيا امي نفسها تشوفك. مش بيكمل الكلمه لان الباب بيخبط، بيخرجوا يقفوا مع كيفر وهوراس لان هم اللي كانوا بيخبطوا. وفلين بيقول لي ليو خلاص ارجع انت على العالم بتاعك لان انا ما ينفعش ارجع يا ابني، خلاص انا اتعودت على الحياه دي، وعلى العموم هبقى افكر في موضوع ان ارجع برضه. وفجاه اكستون ورجالته بيحضروا في المكان، وبيكون اكستون فرحان عشان لقى ينبوع الشباب واللي هي الميه اللي الموميا نزلت فيها يا زميلي. المهم يعني ان كله بيتحول والحرب بتبدا، ولكن زي ما انت عارف جيش المملكه الذهبيه بيطحن ما بيعتق، هي واحده يمين في الثانيه شمال والثالثه عارفه طريقها رايح فين يا خال، حد تاني عنده كلام يتقال. المهم ان اكستون بيهزم كيفر وبيروح على ينبوع الشباب، ولكن ليو بيقول له استنى ده انت ايامك الجايه هباب، وبعدين جدي عاوزك في
كلمتين. فيلم بيقول له خد يا حسين. الاعداء بيهربوا من المكان، وعمنا الحاج ده بيكون مبسوط بالانتصار اللي حققوه، وفي نفس الوقت بيقرر يدمر البوابه اللي من خلالها اي شرير ممكن يروح على عالم البشر. ليو بيقول له يلا بينا يا جدي، وفي ضربه واحده بيفرتكوا البوابه. ليو بيقول له اشوفك تاني، فبيقول له مسير الحي يتلاقى بالحضن يا قلب جدك. وبعدها الراجل بيختفي من المكان، وليو بيرجع تاني على العالم بتاعه. وهنا بتنتهي الحلقه ال15 من المسلسل. اتمنى يا زميلي تكون استمتعت معايا، وتنزل في الكومنتات تقول لي تلخيصك حكايه، وعاوزك توجب معايا في التفاعل زي ما انا موجب معاك في التنزيل. وخش على باقي قنواتي اللي هسيبها لك في الوصف، لان عليها شغل فخامه يا زميل. والى اللقاء مع كل جديد. سلام.